سنة 2023، بس مش دي السنة اللي انت عايش فيها دلوقتي. دي سنة في مصر، بس مش مصر اللي تعرفها. في ناس عايشة في يوتوبيا، في ناس مش عايشين أصلا. يوتوبيا مش جنة، دي مجتمع محصن مصور، معمول عشان يخبي أغنى أغنياء البلد بعيد عن الناس التانية. اللي جوه يوتوبيا عندهم كل حاجة، مفيش شغل، مفيش مسؤولية، مفيش حتى قانون يوقفهم. واللي بره جوع، مرض، ظلمة، وناس فقدت كل حاجة حتى الأمل. أنا مش محتاج اسم، اسمي مش مهم، زي ما مفيش حاجة بقت مهمة. أنا ساكن في يوتوبيا ومش ناقصني حاجة. النهاردة صحيت متأخر كالعادة، أخدت جرعتي من الفلوجستين، ضحكت شوية، فتحت التلفزيون والقرف المعتاد. العالم بره بينهار وأنا بشرب عصير أناناس من غير سكر. الولد ده مش شرير، بس هو ابن عالم فاسد. اتولد في يوتوبيا، ما ترباش يعرف يعني ايه الخطر او الضمير، بس جواه فضول، جواه رغبة في انه يشوف العالم اللي بره السور، العالم الحقيقي. النهاردة فكرت، أنا عمري ما شفت الناس التانية، ليه ما نروحش أنا وجيرمين في مغامرة صغيرة؟ نلبس هدوم من السوق السوداء ونعدي السور ونشوف إذا كان في حاجة حقيقية لسه باقية برا. أنت مجنون؟ برا السور؟ ده هناك الناس بتاكل بعضها حرفيا. بس المغامرة دي شكلها مسلية. ما كانوش يعرفوا إن كل خطوة برا السور هتفتح أبواب ما كانوش مستعدين يواجهوها. في عالم ضايع ما بين النعمة والنجاسة، في رحلات مش بترجع الناس زي ما خرجوا. استنونا في الحلقة الجاية من يوتوبيا.